وبعد ما تم حسم 4 أبطال للدوريات الخمسة الكبرى وفاضل بطل واحد وهو للدوري الإنجليزي، تعال أقولك الكلام على إيه. فخلونا نبدأ بالدوريات الأسهل اللي بتتحسم قبل ما تبدأ أصلا، وبعد كده نخش على التقيل. وبما إننا هنبدأ بالدوري الأسهل فخلونا نبدأ بالدوري الفرنسي أو ما يسمى بدوري باريس سان جيرمان. وكالعادة باريس سان جيرمان بيحسم صدارة الدوري الفرنسي برصيد 73 نقطة علشان يفرق ب6 نقط عن لينز اللي موجود في المركز الثاني، مع العلم إن الدوري أصلا فاضله جولتين بس. ومن فرنسا نروح ألمانيا علشان كالعادة بايرن ميونخ هو بطل الدوري الألماني، وبايرن ميونخ السنة دي قدر إنه يحسم الصدارة بعدد نقاط هو 86 نقطة علشان يفرق ب16 نقطة عن تاني مركز في الدوري الألماني وهو بروسيا دورتموند. وفي إيطاليا بيحسم الكالتشيو هو نادي إنتر ميلان السحالي، بيتصدروا الدوري الإيطالي ب85 نقطة علشان يكون فارق عن الوصيف نابولي بفارق 15 نقطة. يعني الدوريات اتحسمت وانت لسه ما عملتش لايك وسبسكرايب. وفي الليجا بيحسمها برشلونة بعد فوزه في الكلاسيكو قدام ريال مدريد 2-0، بيوصل للنقطة 91 علشان يكون فارق عن الوصيف واللي هو برضه ريال مدريد بفارق 14 نقطة. وزي ما قلنا دي أبطال تم حسمها، لسه بطل الدوري الإنجليزي ما تحددش، المنافسة مشتعلة بين أرسنال والسيتي. توقع بقى مين هو بطل الدوري الإنجليزي، ولو توقعت صح ليك عندي 10 جنيه. بهزر معاك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير وسبسكرايب. سلام.